السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل الناس معانا، معاكم رانيا سمير. احنا نخلص من خرتيتة وكلابها، تطلع لنا كنكة اوبجكشن كنكة. مالك يا كنكة؟ في ايه يا اختي؟ مالك؟ هارية نفسك الصرم شغلك وحرقك وعمالة تهبشي هنا وتهبشي هنا، بتجيبي سيرتي عندك في الكومنتات بتاعتك ليه؟ رانيا هانم لما بتخش لحد زي ما كده كلوت، لما جه يعلق وانا علقت له من فحمة، من اكونت عيلة فحمة، كتبت له في الاخر 6 كرانيا. لما كنت بعلق عند التوينز في عز المشاكل ما بينهم وما بين خرتيتة في المشاكل الاولانيه، التوينز لما دخلوا سالوني قالوا لي انت كذا، انت الاكونت كذا من فحمة، قلت لهم ايوه انا فحمة بذات نفسه، وعندي بنت فحمة تقريبا او بيبي فحمة، بنت فحمة تقريبا بتاعي، اما الباقيين مش بتوعي، في ناس تانية كتير. فبالنسبه لي انا كرانيا ما عنديش حاجه اخاف منها، ما عنديش فويس زي اللي طلع لك ماشي وعماله تقولي مش هو، مش انا. انت كدابه. خرتيتة برغم عيوبها كلها، وانا اقول لك انا اعرف اللي يحصل واللي ما يحصلش، انا اكتر واحده حافظاه. ما هيش في الذكاء ده ان هي تجيب حد يقلد صوتك، دي اول شيء. تاني حاجه، فعلا الصوت على اللايف بيختلف من التسجيل الفيديو، بيختلف من الفويس، بيختلف من المكالمه، بيختلف حتى من مكالمه التليفون، بسيط بيختلف، اداء بسيط ماشي، كل حاجه بتختلف على حسب هي طالعه منين، اداء بسيط. زائد بقى فكره ان انت ما بتشتميش، كدابه، انت واحده افاقه، انت في المكالمه بتشتمي عادي زيك زينا. وفاكره لما انا زعقتلك لما قلتي مستنقع في مكالمه من المكالمات، تقولي لي المستنقع مش عارفه ايه اللي دخلنا، قلت لك حبيبتي في ايه مالك؟ انت بتشتمي على فكره زيك زي الناس دي، ما انتيش احسن منهم، بالعكس انت طلعتي اقل مننا كلنا، خطافه رجاله، طلعتي الفيلم ده كله عاملاه علشان انت واحده خطافه رجاله. الناس اللي مش فاهمه مشكلتها بقى مع مشكلتها مع اللي اسمها صفاء غنيم دي، انا قريت عن المشكله بتاعتها في جوجل، ففي هي حاجه هي دايما بتنزلها، روحوا كده بصوا عليها لما تنزلها، شوفوا ان صفاء غنيم كانت عامله لها ان هي مشهره بيها، صفاء غنيم كانت عامله لها محضر ان هي مشهره بيها على الجروبات، فمعنى كده هي اللي نكشت صفاء الاول وهي اللي شهرت بصفاء الاول. طب شهرتي بصفاء ليه بقى؟ عشان دخلتي حياتها ودخلتي بيتها وبديتي عايزه ترمي الشباك على جوزها، اوبجكشن. فما تكذبيش وتقولي مش صوتك، انت واحده كدابه. كلمه انا بقالي 21 سنه في الشارع دي بتاعتك انت، بطلي كذب، بطلي كذب. فبلاش شغل التمثيل والمسلسلات الحمضانه اللي انت عايشاها انت والناس اللي عندك دي. الفويس بتاعك، صوتك، اسلوبك في الكلام، 21 سنه في الشارع بتاعتك، مش بتاعت حد غيرك. مش معقول هيجيب واحده تقلد صوتك وهيجيب واحده كمان تقلد نفس اسلوب كلامك. اوبجكشن. الدرجه دي خرتيتة خارقه؟ اوبجكشن. لا مش للدرجه دي، هي مش خارقه للدرجه دي على فكره. هي ممكن تزيف، ممكن تفبرك محادثات، ممكن محادثات كتابيه ماشي كده، ممكن تجيب ناس يعملوا زي ما جابت وحد بيتاسف لها على اساس ان هي دعاء يعني، بس كان واضح جدا ان هي مش دعاء ولا ام دعاء ولا اي حاجه، واحده كانت عماله تسرسع، فكان واضح جدا. لكن تجيب نفس نبره الصوت مع اختلاف بعض الاشياء بسبب تغيير الشيء. اساسا كلنا لما بنكلم بعضينا في الماسنجر بنقول ايه ده انت صوتك مختلف عن التليفون، ايه ده انت صوتك مختلف عن اللايف نوعا ما، بس الصوت ما بيختلفش كتير، ده بيختلف في رقه الطبقه. لكن انت كل اصحابك، وانا واحده من الناس اهو اللي عندي فويساتك في الخاص، كل اصحابك كل الناس اللي كلمتك عارفه ان ده صوتك. فبطلي كدب وحوارات على نفسك شويه. هاريه نفسك الاكونتات الفيك اللي بتدخل عندي. طبعا رانيا تعبرش امثالك، رانيا خلاص طالما نزلتي من نظرها عمرها ما تعبر امثالك. هدخلك باكونت فيك ليه؟ ما انا بطلع اروقك على العام، انا هرياكي في الاستوريات عندي ليه يعني؟ هي ايمان ودعاء ما بيعرفوش غير رانيا؟ ايمان ودعاء ما بيحبهمش غير رانيا؟ لا، ايمان ودعاء عندهم ناس كتير بتحبهم. انت دلوقتي عدوة رانيا بس؟ لا، انت مش عدوة رانيا بس، انت عدوة رانيا وصفاء غنيم والكتعه ايمان ودعاء. وطبعا معروف الكتعه دايما بتعمل ايه؟ شويه كده اكونتات حبشتكنات، رزوم الشيء، رزوم الشيء عشان يسخنوا. زي ما كده رحتي حذرتي الاكونت بتاعي انا على اساس ان البيج اللي دخلت تعلق لك هي بتاعتي، وبالكذب برضو قلتي لحد ده احنا لما حذرنا دي اتحذرت هي كمان، والله على اساس ان احنا 1 2 3 ابره الخياطه. بدايتنا احنا لسه جداد في السوشيال ميديا. اوبجكشن. انت واحده زيك لا تفقهي شيء في السوشيال ميديا تضحك علينا. تعالي بقى كمان اقول لك ان انت غبيه، واقول لك ان انت هرايه على الفاضي.
انت بتقولي ان احنا بنبلغ عن الاكونت بتاعك وان انت عندك حمله بلاغات والكلام ده. انت كدابه، انت عايزه تبقي ترند، انت كدابه. احنا ما بنبلغش عنك. احنا لو عايزين نبلغ عنك هنطير لك الفيديو بتاع ايمان عندها ملكيه حقوق. الفيديو بتاعها اللي انت حاطاه لها ده تقدر تطيره لك في هوا. دي حاجه. تاني حاجه، انت صفحتك ضعيفه جدا، ضعيفه جدا. واسالي كده اي حد بيفهم في الهاكر والكلام ده. انت عارفه ان احنا معانا ناس بتفهم في الكلام ده، وفي ناس ماسكين الصفحات بيفهموا في الكلام ده، ومعانا هاكر اصلا كمان. فاحنا لو عايزين نقفل لك الصفحه يما، صفحتك ضعيفه جدا. ضعيفه ليه؟ اولا انت بتفتحي صفحتك على حد قولك في 12 ادمن جوه الصفحه بتاعتك، وده اكونت شخص مش بيج. لو بيج تحطي فيها ان شاء الله 50 حد، مش فارق. ايمان محمود نفسها مش حاطه 12 حد على البيج بتاعتها، 12 ادمن على البيج بتاعها، لان اصلا كتر الادمن بيوقع البيج بقى. عندك انت واحده بتقولي على الاكونت الشخصي بتاعك في 12 مكان بيفتحوا، 12 شخص بيفتحوا. ال 12 اظن مش قاعدين في شقه واحده. عارفه لو قاعدين في شقه واحده مش هيبقى الاكونت ضعيف، لكن ال 12 شخص قاعدين في مواقع مختلفه، الاكونت بتاعك ممكن يتقفل. اقل كام بلاغ كده، لو احنا بس اقل شات عندنا، احنا عندنا شات فيه 150 شخص، وشات فيه 50، وشات فيه 25. عارفه الشات ال 25 ده لو مسك الاكونت بتاعك اداله كام بلاغ كده شبه بعضيهم، هنقفل لك الاكونت خالص. مش هنحتاج ان احنا نطير لك البيج، هنقفل لك الاكونت. بس احنا ما بنعملش كده. انت مش شغلانه، انت بتهري وبتكدبي. انت في كل مره بتكتبي فيها ده بيبلغوا لي، هنعمل بلاغات زي ما كنت كده بتتنططي كده لما جه الدعاء ايمان الماظ، ماشي، بتتنططي وتعيطي وفضحتي الدنيا في الشارع. يا وليه ده انت طلعتي هفه استنجلينا قسما بالله. ده الواحد بيتخدع، اتخدع فيك عشان الطرحه بس بجد اشكالك تخلي الواحد بتوع الطرحه دول الواحد ما يبصلهمش اصلا. يعني عذرا للدين الاسلامي في ناس كتير جدا بتشوه صورتك، منهم كنكه اللي مش عارفه ان شهر شعبان مش من الاشهر الحرم. كنكه حافظه كتاب الله ازاي بتقولي؟ كنكه اللي عايزه تخطف راجل من على مراته، حافظه كتاب الله ازاي؟ بس انت واحده افاقه، واحده مدعيه الدين على رؤوس الاشهاد، وقفت ومش عارفه ايه، وانت اللي اتفضحتي. صوتك يا كنكه، صوتك. حتى اللي بيكلموك من اصحابك عارفين ومتاكدين ان هو صوتك. حتى اللي بيكلموك من اصحابك عارفين ان انت بتشتمي اقذر شتايم. انا سمعتك وانت بتقولي، انا سمعتك بوداني، انا كنت بكلمك وانت بتشتمي عادي، كلنا بنشتم. وزعقتلك في يوم لما قلتي مستنقع، المستنقع ومش عارفه ايه، ودخلونا في المستنقع ومش عارفه ايه بسبب موضوع هاجر. فاكره ولا نسيتي؟ اما زعقتلك ساعتها قلت لك جرى ايه اللي مستنقع مش مستنقع؟ انت فين؟ انت محسسه ان انت جايه من عالم تاني. كلنا يا حبيبتي جايين من عوالمنا الحلوه. يمكن انا عالمي احسن من عالمك، يمكن دعاء وايمان انت بتتكلمي عليهم دول احسن وانضف من عالمك، بس عادي. العالم اللي احنا دخلناه ده دلوقتي مجبرين ان احنا نتعايش فيه. وفي ناس في العالم ده ما بتفهمش غير بالشبشب، في ناس ما بتفهمش الا لما تتشتم وتتهان. فانا مش هفضل ان انا اقول لهم يوي او ماما شيك بابي ومامي ربوني ان انا ما اشتمش. كل مكان وليه ناسه، وكل مجال وليه مقاسه، كل اشخاص ولازم تعامليهم على مقاسهم. مش هينفع اقعد في مستنقع مع ناس بتشتم وبتقل ادبها وابقى انا ايه الكيوته اللي باخد على دماغي. لا، لازم نشتم وانا ابقى زيهم. فكونك بتشتمي فانت خبيره المستنقعات والمفرقعات في الموضوع، وانت هاريه نفسك دول مستنقع. انا شفت واحده عندك بتجري دايما في الكومنتات، وامبارح انا مروقه عليها في البوست بتاع دعاء على بلاك ليست، تقول لك دول بيشتموا. لا حبيبتي، كنكه بتشتم اوسخ مننا. اوبجكشن. كنكه ممثله على العام، كنكه عايزه تكسب التعاطف بتاع الناس بتاع اجل يا سيدي. كنكه ماشي، كنكه بتشتم مش بتعترف ان هي بتشتم. كلنا بنشتم يا حبيبتي، كلنا الدايه سحبانه من لساننا، والدكاتره جايبيننا من لساننا كده. مفيش نسوان ما بتشتمش، مفيش نسوان كده على وجه الارض ما بتشتمش، بجميع الجنسيات، بجميع الماركات، بجميع مقاساتهم. مفيش واحده ما بتشتمش. فمش هنمثل ونعيش في العيشه ونزيد في الزيطه. لا، خليكي كده ايه فريش، عشان احنا ايه شلنا الدش بس. فاللي هو انت ايه ما تبقيش بقى ايه عامله لي فيها ان انت السيده المحترمه. انت كنت بتقولي على ايمان فجره، على الاقل ايمان وانا ساعتها زعقت لك وقلت لك ايه الفجره دي، قلت لي لا ده فجر في الخصومه. قلت لك لا، اسمها فجر في الخصومه حاجه وكلمه فجره حاجه تانية. على الاقل ايمان ما كانتش عايزه تخطف واحد من على مراته،
ماشي. انت شغاله كنت عايزه تخطفي، حسدتي الوليه لدرجه ان انت عايزه تخطفي جوزها، ولما هي جريت عملت لك محضر بتاع التشهير بيها، قعدتي بقى ده فبركوا لي صلاه امانه، ده عملوا لي، ده مش عارفه ايه، وانا خلافي جه معاكي ليه؟ قلت لك امال بتقولي هيتحبسوا ليه؟ امال بتقولي هيتحبسوا ليه؟ تقولي لا هي مش هتتجاب. قلت لك ازاي؟ قلت لي المحامي مش هيعترف عليها. قلت لك ازاي؟ معلش يعني. قلت لك هو في حد هيقبل ان هو يتسجن ليه؟ هي صفاء غنيم دي هتديله مليون، هتديله 2 مليون عشان تعوضه على ان هو هيتسجن وكمان هيتشطب من النقابه بسبب التزوير؟ انت بتخاطبي عقول ناس متعلمه، مش بتخاطبي جهله. الجهله اللي عندك بتوع اجل يا سيدي هم ممكن يصدقوا واحده زيك، اما واحده زي انا لا يمكن تصدقك. وبعد اللي سمعتهولك وبعد ان انت صوتك وعماله تكدبي وتحوري على نفسك وعماله تقولي ده دعاء قالت لي، ده شيرين قالت لي، ده فلانه قالت لي، ده مش عارفه ايه قالت لي، وبتتكلمي على مين؟ دلدوله يا بت. دلدوله مين؟ دلدوله مين؟ دلدوله اللي بيكشفوكي دول بقى اسمهم دلاديل. اوبجكشن. واو اومن ديو. اتكلم لك اجنبي؟ انزلي يا اختي كده من برجك كده، انزلي يا اختي من برجك اللي انت معيشه نفسك فيه الساعه الايفون، الساعه الايفون وقاعده راشقه في حياه صفاء غنيم. طب غيري يا حبيبتي عربيتك، البسكليته البسكليته البسكليته، غيري البسكليته اللي انت راكباها، غيري العربيه اللي انت راكباها. لما انت واحده ست اوبا بقى سيده اعمال اوبا بقى والجيبه ضيقه، غيري العربيه اللي انت راكباها، البسي على الموضه بدل ما انت بتلبسي لبس غريب. لا انت انا شفت لك فستان يا ابو ترتر ده استغربت، قلت الله، طب ما كانت بتكلمني في التليفون وتقولي بيعايبوا. قلت لك البساطه في الرقي، الرقي في البساطه. اوكي انا ممكن اجيب ماركات وبسيطه ماشي، في بسيطه حاجه وموضتها ادمت حاجه تانية، يعني ان انا البس حاجه بسيطه اوكي وموضتها ادمت حاجه تانية. قاعده راقمه للوليه في حياتها لدرجه الواحد بدا ينتبه معاكي، الواحد كان ما كانش مركز معاكي اصلا، انا ما كنتش مركزه معاكي وكنت بقول ليكي حق، ليكي حق لو انت فعلا متلفق لك. انا اول مره اقرا الحوار اللي هو اللي انت عماله كل شويه شياريت ده من كام يوم، لما قريت ان هي اللي رفع عليكي قضيه تشهير اصلا واخده عليكي غرامه ومش عارفه ايه. طيب ايه ولفقت لك ماشي معاكي، لفقت لك، فين اثباتك ان هي لفقت لك؟ فين؟ عارفانا احنا ليه مدخلانا في الحوار بتاعك؟ ليه حابه تجرجري كله معاكي ليه؟ ما انت تجرجرينا، انت عارفه ان احنا ما بنسكتش. انا واحده من الناس اللي بيجي على سكتي بفشخه، اللي بيجي على سكتي بطلعه بفضيحه، بروق عليه. انا كده، انا ما بسيبش حقي. اللي بيجي على سكتي وبيجيب سيرتي وبيشتمني وبيجيب وبيخلي كلاب عنده تقعد في صفحته تشتم عليا وتتكلم عليا، والله بخليه فضحته فضيحه المطهر يوم طلوع على المعاش. وبفقى بافعاله فاهمه؟ بافعاله بخلي فضايحه كده تلف الفيسبوك وممكن تلف جوجل وممكن تلف اليوتيوب بافعاله، ما يقدرش يفتح بقه بافعاله. ما بفبركش ولا بتهم حد بالكده ماشي. وانت ما شاء الله خدتها ما صدقت قامت ايه عشان انت تقعدي تستنجدي بيها، الجدع بيملفقين لك الجدع مش عارفه ايه، بتستنجدي بيها وعايزاها تبقى معاكي. حطي ايدك في ايديها يا ماما، علني كده، حطي ايدك في ايديها. قولي انا، طب قولي انا مع الجدع، قولي خلاص انا والجدع بقينا اصحاب، ايه المشكله يعني؟ براحتك، حد ماسك عليكي حاجه؟ لكن تكدبي وتحوري وتالفي، انت ست مش جدعه، انت ست مش رجوله، انت ست ناقصه. طوبي ابيض طوبك طلع تايجر، وعادي برضو بتاعتك مش بتاعتنا. بتاعنا ان انت تمثلي علينا، بتاعنا ان انت تتجري بالدين، بتاعنا ان انت تزعلي لما امان تقول لك يا مطلقه وانت قبلها كنت قايله يا ايه ويا بتاعنا لما تشغلي الهبشه والهوبه استنجلينا علينا، احنا مش مسؤولين على فكره، يعني احنا كل واحد عنده هبشاته لوحده والله العظيم. بصي كلنا طاير مننا 3/4 البرج، ما فاضلش الا ربع واحد. انت بقى طار منك ال4 مع بعضيهم وقاعده بقى عماله تهبلي علينا. لا يا اختي مش الكلام ده، مش كلام ده، احنا مش فاضيين لك، احنا داخلين على رمضان يا وليه احنا داخلين على رمضان وبنجهز نفسنا كده بقى، اللي بينفض بيته واللي بيظبط حياته ومش عارفه ايه. مش فاضيين واحده زيك تقعدي كل شويه تهري، وكل ما حد يخش يتف عليكي ولا يبصق عليكي تقولي ده رانيا. لا رانيا مش فاضيه. ليه؟ رانيا عندها كام اكونت؟ هو انت مصدقه خسيت ان انا عندي 170 اكونت؟ عندي 300 وما بعبركش.
عندي 300 اكونت وما بعبركيش. عارفه يعني ايه 300 اكونت وما بعبركيش؟ ولو ان انا ما عنديش 300 اكونت ما ينفعش اساسا. هعمل 300 اكونت ليه؟ 300 اكونت دول عايزين حوالي 100 تليفون على الاقل. كل تليفون يشيل 30 اكونت برضو كتير جدا يعني. عندي بيدجات اوكي، بس انا كل بيدجاتي بكتبها باسمي، حاجتي بكتبها باسمي. وفحمه طبعا بحب عيله فحمه عادي، وكل الناس عارفه ان عيله فحمه تبعي، بس مش معنى ان حد يدخل من عيله فحمه يطف عليكي يبقى انا. حد يدخل من عيله فحمه يطف عليكي تاني يبقى تبعنا. لا، ما في عيله فحمه تبع خرتيته، هم بيقلدوا قلودين حقيرين عادي، هيطفوا براحتهم بقى، هم حرين. فكونك ان انت واحده افاقه بتجري في الدين وغبيه وكمان بتاعت حوارات، دي مشكلتك. بره عننا مشاكلك، حليها بره عننا. انا بقول لك اهو، هتقعدي تتجري هنروق عليكي، واحنا سيد مين بيروق. عايزه انت مشكلتك ان انت لقيتي نفسك ايه، كل بتتكلمي على ما انتوا بترند ورائج الان، وفرحانه قوي برائج الان. الفويس بتاعك برضو عارفه كلمه كنكه، رائج الان وانا مصوره رائج الان كنكه، رائج الان برضو. فعيب ان انت تتهزقي للدرجه دي، تهزقي نفسك كده. انت واحده بتقولي انك صاحبه حق. صاحب الحق صوته عالي بالحق، مش بالكده، مش بتأليف حوارات، مش ان هو يبقى افاق، مش ان هو يستخبى ورا الدين. انت واحده مش عارفه الاشهر الحرم. دين ايه اللي بتتكلمي فيه؟ هو الدين قالك تشمتي؟ انا خلافي كان معاكي كان في الشماته، بس حولتي الخلاف خليتيني بقيت عدو، وانا اللي ببقى عدو يبقى مصيره زي خرتيته كده، وزي اي حد دخل في سكتي. لان انا بقول لك اهو، انا بعترف انا عدو صعب، عدو صعب. بجيب حقي ما بسيبش حقي. فكونك ان انت كل شويه تجيبي سيرتي في الكومنتات عندك، وده رانيا ذكيه، رانيا اذكى منك، رانيا اذكى منك، رانيا مش غبيه ان هي تخش تعلق لواحده زيك اصلا. ليه رانيا هتعلق لك ليه اساسا؟ ما رانيا عندها صفحاتها اللي مروقاكي عليها، رانيا عندها صفحاتها اللي تروقك عليها. رانيا الستوري، بس الستوري بتاع رانيا بيشوفوا كتير، الستوري بتاعي بيشوفها اكتر من عدد البيج ذات نفسها. تخيلي، اكتر من عدد البيج. الستوري بتاعي بيتشاف من اكتر من عدد البيج. اقل بيج عندي، اي ستوري عندي بيتشاف اكتر من عدد البيج. طب انا العقل بيقول عايزه افشخك في كومنت، اعملوا منشن اي كومنت هتمسحيه، مش هيتشاف. ولا افشخك عندي في الستوري اللي بتتشاف كده، افشخك في الستوري عندي، هدخل افشخك عندك في الكومنتات. ليه؟ هقول لك ايه يعني؟ كل بوستاتك مرتجع، بوستات كلها مكرره. ايش تشوفي صفاء غني منزله تعبايه، اوبا بقى تروحي تجيبي ده عادي. على فكره حتى البراندات بيصنعوا تيشيرتات شبه بعض. ايه المشكله؟ انا لما قعدت ركزت في الحوار، انت بتبصي لشكل الحاجه، هي مصنعه شكل حاجه تانية. هو الشكل مش حكر، الحكر عند المصمم، اللي بيكون واخد ان ده التصميم بتاعه. بس طالما التصميم بتاعه نزل السوق وبدأ يشتغل عادي جدا، ممكن انا اشوف تصميم الفستان ده عاجبني، اروح اصممه واكتب عليه اسمي، اغير فيه بعض الرتوش، اغير في الاشكال. انا اللي عملت الشيء ده، انا اللي عملت الخط الانتاج ده. خط الانتاج ده عباره عن حاجه بتتصنع لي. خط الانتاج عباره عن اسطمبه. انا اسطمبه عايزه الاسطمبه دي، بس ازايز الشامبو كلها شبه بعضيها، الشكل كله شبه بعضيه. في ازايز الشامبو بيختلف الليبل او اللوجو بتاع الازايز الشامبو، بيختلف الليبل. واظن انا وانتي قبل كده اتناقشنا وقلتي لي ده انت عارفه في الكلام ده. قلت لك طبعا، ده انا كنت ماسكه شركه وكنت ماسكه فيها التصنيع، وكنت بعرف كل حاجه تخص التصنيع. الشركه القطريه اللي اشتغلت فيها، بعدين لما نزلت مع الشركه ديت لمصر مسكت لهم مصنع كوزماتكس، فعارفه الليبل وعارفه الاسطمبه، وعارفه ان كل واحد يقدر يستخدم نفس شكل الازازه، بيختلف الليبل اللي عليها من بره بس. لكن شكل الازازه مش حكر على حد، هي اسطمبه موجوده، فتغير فيها بعض الرطوش تبقى بتاعتك. خلصنا الموضوع. مش حكر عليكي. انت عماله تقولي انا منتجاتي مرخصه. طب ما ايمان منتجاتها مرخصه عادي، صفاء بتقول ان هي منتجاتها مرخصه عادي برضو. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ما يعملوا منتجات؟ هو انت الوحيده اللي عندك منتجات؟ على الاقل هم النعمه باينه عليهم، اما انت كلام وتطلعي الساعه. ايه يا ماما الساعه؟ مالها الساعه؟
عادي، محدثه. المهم فانت عماله محدثه، واحده محدثه. طب هما ربنا ظاهر عليهم النعمه، كل واحده بتبين بيتها، بتبين حياتها. انت من ساعه ما شفت صفاء غنيم ديت منزله بوست حب لجوزها، لان انا بديت اتابعها، يعني انا بسببك، بسبب الحوار ده بديت اتابع اشوف انت بتعملي ايه، وايه الصفحه دي فيها ايه، وهي بتعمل ايه عشان انت تتحرقي كده. نزلت بوست حب في جوزها، انت اتحرقتي وقعدتي دب دب دب، زربيح 700 بوست، 700 بوست ورا بعض. ايه في مالك يا ماما؟ في مالك يا ماما؟ اذا ربحت البوستات اللي انت بتعمليها دي عادي، ده انت غلبتيني يا وليه. ده انا بصي بخر فيوسات كده لما بكون بحكي في حاجه، بخر فيوسات، بخر فيوسات. غلبتيني يا وليه، غلبتيني. في ايه مالك؟ ادي على نفسك. ومصره تدخلينا كلنا في الحوار، مصره عايزه تدخلينا كلنا في الحوار. مشكلتك مع ايمان، احنا مالنا برضه، احنا مالنا. مش بالعافيه، هو على فكره مش بالعافيه خالص، مفيش حاجه بتيجي بالعافيه، كله بيجي بالتفاهم وبالرضا كده. فيلا يا كنكه، لو جبت سيرتي تاني وشفت كومنت تاني، بصي انا لغايه دلوقتي والله ما عايزه اتك عليكي، لغايه دلوقتي مكبره دماغي، يعني اللي هو ايه، اخرك معايا ستوريهات، اخرك معايا اشير من الصفحات اللي بتنزل عليكي حاجات. مش عايزه ان انا ابتدي ان انا ايه، اطلع لك كل ساعتين لايف، لا. انا واحده بصي دماغي في الحاجات دي رايقه، وبصي بفضل ورا اللي قدامي كده سنه 2 3 10 ما بزهقش. وان كنت انت ما بتزهقيش ايراد، انا ما بزهقش 24 ايراد، وكل الناس تشهد على كلامي. طالما شايفه ان انا ليا حق واللي قدامي ده هراي وكذاب وبتاع حوارات وخاين، اوعي تفتكري ان انا ينفع اعلق عندك. انا ما يشرفنيش والله دلوقتي ان انا اعلق عندك. انا الاول كنت بعلق عندك، كنت شايفه ان انت حد كويس، لكن من ساعه ما عرفت ان انت كنت ممكن تخطفي زوج واحده، لا، مش مجتمعي ولا حياتي ولا الناس اللي انا بصاحبهم. انت كنت بتتكلمي عن الناس اللي بشعرهم وبتقولي ده بيغيروا في اللايفات، ده بيغيروا في اللايفات، ده مش عارفه ايه، ده بيعملوا، ده بيسووا. حضرتك اللي بشعرها عندها مبدأ احيانا اكتر من واحده مستخبيه ورا عبايه الدين. انا واحده من الناس بشعري بس محدش يعرف يعمل كده. انا بشعري بس عندي مبادئ. انا بشعري بس بعرف فين ربنا. انا بشعري بس ما بخونش. انا بشعري بس عمري ما بصيت للي في ايد غيري. انا كنت مطلقه ما بصيتش لواحد متجوز، كنت ارمله ما بصيتش لواحد متجوز. ويوم ما واحد جيت قدم لي وضحك عليا وقال لي ان هو مطلق، وبعد كده لما جيت اعمل اجراءات الجواز اكتشفت ان هو متجوز، سبته رغم اني كنت بحبه على فكره وكنت متعلقه بيه. سبته وما رضيتش ارتبط بواحد في يوم من الايام متجوز، رغم ان هو كان مفهمني ان هو مطلق ومفيش عيال والكلام ده. بس انا ما رضيتش لما عرفت من الاوراق، لما جيت اجهز للجواز، ما رضيتش ان انا اكون سبب في جرح واحده. وهو اللي كان عايز كمان، مش انت اللي بتجري وراه وعايز تخطفيه من مراته. كبيره قوي يا ستي اللي محجبه وبتربطي تحمطيها كده. كبيره قوي ان انت تبقي عايزه تخطفي اللي بتتكلمي باسم النبي. كبيره قوي اللي محسسانا ان انت من اولياء الصالحين. كبيره قوي اللي وقفتي قدام بيت ربنا والكعبه. انت كنت واقفه بتمسحي ذنوبك ولا كنت واقفه بتدعي ربنا؟ كبيره قوي، كبيره. مش مدركه الكلام اللي انت بتقوليه ده كان عامل ازاي. انت تستكتري على واحده حياتها وتستكتري على واحده عيشتها، وفي الاخر بتستغلي الدين وبتحوري. انا حتى لما اتكلمت معاكي في الشمال قلت لي لا، انا لك استحاله الرسول، لك ارجعي لجوجل. قلت لك لو ما كنتيش تعرفي دينك روحي جوجل هيعلمك دينك، جوجل هيعرفك ان سيدنا محمد قال الشماتة لا، خاصه في خراب البيوت. وانت شمتانه في خراب البيوت. كانت من اكتر الاشياء اللي بتغضبه ان الانسان يشمت في خراب البيوت وفي المرض وفي الابتلاء الاخرين، البلاوي الكبيره، المصايب، الموت، المرض، خراب البيوت، نهاها. سيبك من اللي احنا بنعمله في بعضينا دلوقتي ده. احنا في يوم من الايام هنسكت على بعض لما كل واحد يحس ان هو جاب حقه. لكن ما فيش واحده فينا بصراحه راحت لعبت على جوز التانية. يعني ما خرتيتا نفسها ما عملتهاش برغم عيوبها كلها، ما عملتهاش. انت اللي لابسالي طرحه ومقمطاها عملتيها. انا مش، انا ما بقبلش خرتيتا بسبب قله ادبها وبسبب سفلتها وبسبب حواراتها، بس ما عملتش الكلام ده. ما راحتش بصت لجوز واحده تانية. وبامانه الله كان معانا رجالتنا في الشتات
انت عارفه احنا خرتيتا كنا معانا رجالتنا جوه الشتات بتاعتها. انا كان معايا جوزي، داليا الشيخ كان معاها جوزها، ما شفناش راحت لعبت على راجل منهم يا وليه. هي كانت بتتكلم في راس اوكي، بس في راس ما نعرفش مراته، ما كانتش معانا، وكان شويه متجوز وشويه مش متجوز وشويه يعني اللي هو بره عننا، بس ما عملتهاش معانا رغم مساوئها دي كلها والتشهير والقرف اللي هي فيه، بس ما عملتهاش. انت تعملي كده؟ وانا الدرجه دي اتخلعت في واحده زيك؟ انت عارفه انا مصدومه بجد. عارفه انا منزل انا مصدومه دي، انا بجد انا منزلاها، انا مصدومه، انا مصدومه. ما بحبش اصدق حد كذاب، ما بحبش اصدق حد خاين. فبعيدي عني عشان انت عدوتي دلوقتي، بعيدي عني احسن لك، انا وحشه. فبعيدي عني لان انت عملتي حاجه انا ما احبش هشوف حد من اصحابي يعملها. ما احبش اتصاحب مع حد كده خاين. انت تكلمي يعني، انت لما اتكلمتي على ايمان انا كنت معاكي في حاجات، في نقط معينه، في ان ايمان عصبيه متهوره ماشي، بس انت قلتي ايمان فجره، وبعد كده جيتي تقولي لي فجور 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 في الخلاف او الخصام. قلت لك لا، في فرق ما بين كلمه فجره وفجور في الخصام. دي فجر حاجه، فجور في الخصام حاجه تانيه. حتى انا ساعتها زعلتك قلت لك لا، ايمان ما بتكلمش شباب، ايمان ما بتمشيش مع شباب، ايمان ما تعرفش حد، ايمان ما بتطلعش تتعرف في اللايف زي ما انت بتقولي بيتلبسوا ويقلعوا. ما بيتعروش. ايمان ممكن تكون عصبيه ومتهوره، وده انا حتى بقوله لها في وشها، لا انت واحده عصبيه متهوره في وشها كده بقوله لها. قلت لك ايمان ممكن تكون عصبيه فيها عبر الدنيا كلها، ان ايه زينا كلنا فينا العبر، انا واحده فيها العبر برضو، بشتم وعصبيه وخلق ضيق، ويعني ممكن اللي قدامي من كلمه يخليني ايدها حرايق كده، تبقى حرايق موهوجه كده. بس ما عندناش حته ان احنا نخطف رجاله، ما تربناش على كده، ما تربناش ان احنا نستخبى ورا طرحه وعبايه. عيب تتكلمي على اللي بشعرهم، لا اللي بشعرهم انضف كتير، اللي بشعرهم فيهم ناس نظيفه. يكفي ان احنا ما بنبصش اللي في ايد غيرنا. الرقاصه حبيبتي بتطلع من المسرح بعد ما بترقص ما بتخرجش ببدله الرقص، بس بتخرج بعبايه وطرحه. مش معنى كده ان كل اللي لابسين عبايات وطرح وحشين، لا، ده زي الاسلامي. بس عيب ان انت تستخدمي الزي الاسلامي وتستخبي وراه عشان تحاربي واحده هي برضو زيك لابسه الزي الاسلامي، هي برضو صفاء محجبه، فانت بتستخبي ورا الزي الاسلامي عشان تحاربي واحده، وانت في الاول وفي الاخر كنت باصه لجوزها. مش متخيله، انا لغايه دلوقتي مش قادره استوعب، عارفه مش قادره استوعب يعني انت واحده ادخلك بيتي وتاكلي معايا عيش وملح وتشوفي بيتي فتبقي عايزه تاخدي جوزي اوبجكشن. ليه يعني؟ من قله الرجاله يا اختي دول ملقحين على الرصيف، دكتوره منهم بقرش. يا اختي هو الجواز عادل قوي؟ الجواز عادل؟ الجواز مش عادل، لا هو احنا بنتجوز كده بس سنه الحياه، بنتجوز سنه الحياه. بس لو علينا احنا، انا واحده لو عليا والله لما كنت عايشه لوحدي تخيلي كنت مرتاحه، ما كانش في حد بينقط فوق دماغي، ما كنتش بضطر اصحى اطبخ واغسل مواعين واعمل اكل واغسل هدوم والكلام ده كله. كنت باكل اي حاجه في البيت كده، كنت ممكن اقعد بال15 يوم ما اغسلش هدومي، هم حته الهدوم اللي بغيرها هي دي اللي هتعمل غسيل، كنت بدخلها الغسيل. كنت ممكن اقعد بالاسبوع ما اروقش البيت نضيف اصلا، ما حدش بيوسخه، مش واحد جاي طالع خارج جاي من بره يوسخ لي البيت ويوسخ لي كل حاجه. والنبي يا اختي كنت سريري بقوم اعمله كده، بس هو كده شده واظبطه وخلاص، وانا عايشه لوحدي مبسوطه. يا اختي اللي يخلينا نقطع بعض عشان خاطر راجل اوبجكشن. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، اتكلي على الله، انت مهبوشه مجنونه يا مجنونه يا مجنونه. يلا كان معاكم رانيا سمير وسلام. يا وليه مجنونه، يا وليه مهبوشه، مش هتجننينا معاكي، ابعدي عننا، ابعدي 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 بعيد، احنا مش ناقصين، احنا مجانين لوحدينا، خلي بالك احنا بنكهرب، ابعدي عننا. يلا كان معاكم رانيا سمير وسلامتي.